النهاردة هناقش سؤال فلسفي وعلمي مهم. هل الشجر بيحس بألم لما بيتم قطعه؟ السؤال ده بيخلينا نفكر في علاقة الشجر بالحياة وبالبيئة حوالينا. هنجاوب عليه بطريقة علمية ونشوف إذا كان للشجر نوع من الإحساس بالألم. أول حاجة لازم نعرف إن الإحساس بالألم عند الكائنات الحية بيتطلب وجود جهاز عصبي. البشر والحيوانات عندهم جهاز عصبي معقد بيسمح لهم بالشعور بالألم، لكن الشجر ما فيهوش جهاز عصبي زي ده. الشجر ما عندوش مخ أو أعصاب زي الكائنات الأخرى، وبالتالي مش بيحس بالألم بالطريقة اللي احنا بنفهمها. لكن ده مش معناه إن الشجر مش بيستجيب للضرر. الدراسات العلمية أثبتت إن الشجر بيقدر يستجيب للإصابة أو الجرح بطرق تانية. مثلا الشجر بيطلق مواد كيميائية معينة عند تعرضه للضرر، زي مواد اسمها الفيتوكيميكالز اللي بتساعد في حماية الجزء المصاب ومنع انتشار العدوى. كمان الشجر بيطلق إشارات كيميائية للجذور علشان يزود إنتاج بعض المواد اللي تقوي الجهاز المناعي للشجرة. في كمان تفاعل بين الشجر وبعض النباتات المحيطة بيه اللي بتستجيب للضرر بإفراز مواد كيميائية تحذر الشجر اللي حواليها. الدراسات دي بتخلينا نفهم إن الشجر عنده نوع من الوعي بالبيئة اللي حواليه، حتى لو مش بيحس بالألم زي البشر والحيوانات. في النهاية ممكن نقول إن الشجر بيستجيب للضرر بطرق مختلفة، لكن مش ممكن نقول إنه بيحس بالألم بالطريقة اللي بنفهمها. الشجر عنده نظام دفاعي خاص بيه بيساعده في التكيف مع الظروف البيئية وحمايته من الأضرار. ده كان شرح علمي للسؤال: هل الشجر بيحس بألم لما بيتم قطعه؟ لو عندكم أي أسئلة تانية أو مواضيع علمية عايزين نتكلم فيها، سيبوا لي تعليق تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم.